كم مرة حسيت توتر شديد في لحظة معينة، مثلا زي قبل الامتحان، قبل مقابلة شغل معينة، أو حتى عشان مستني رسالة مهمة حسيت بتوتر شديد. في الفيديو ده أنا جاي أقول لك عن أسباب التوتر، وأقول لك الطرق المثبتة دراسيا اللي هتعالج لك الموضوع فوريا، يعني مجرد ما تعملها يخلص على طول. التوتر مش مجرد شعور عادي، ده استجابة بيولوجية من جسمك لما بيحس بالخطر أو بالضغط في لحظة معينة، فبيبدأ الجسم بتاعك يفرز هرمونات بشكل مضطرب، بشكل غير طبيعي أو بشكل غير منتظم. إيه هي الهرمونات دي؟ هرمون زي الكورتيزول، هرمون زي الأدرينالين، بيفرز بشكل غير طبيعي بتحسسك بتشتت في الانتباه، يعني انتباهك مش مركز من الآخر. اتنين، بسرعة في ضربات القلب، تلاقي ضربات قلبك طق 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 ورا بعض. تلاقي قلق، حاسس بقلق كده، عدم الارتياحيه، ده اللي هو احساس كده انت مش عارف تعبر عنه بايه، عدم الارتياحيه. بس لازم تعرف ان التوتر في المعدل الطبيعي بتاعه هو مفيد احيانا. ليه بقى؟ لان هو بيحسسك بحماس اللحظه اللي انت داخل عليها، زي مثلا رايح تعمل مقابله شغل، فانت بتحس بحماس ان انا ممكن اتقبل ومش عارف ايه، وحماس واول مره ومش عارف. او مثلا جربت تسوق لاول مره، عندك الحماس وعندك الخوف. الحماس اللي هو في البدايه، في نفس الوقت لما التوتر بيبدا يزيد عن الحد الطبيعي بتاعه بيتقلب ضدك. يعني الحاله بقى التانيه ان هو بيتقلب ضدك، بيعمل عكس كل اللي هو كان بيعمله. اللي هو الحماس ده بيروح بيقلب ضغط، بيقلب عدم متعه، بيقلب عليك باحساس سلبي يخليك انت خلاص مفيش اي حاجه بقى من اللي انت كنت انا بقولها في اللي فات ده. طيب ازاي بقى تسيطر على الموضوع ده، تسيطر على موضوع التوتر وما تتوترش على طول وتبقى مرتجف كده لا، ازاي تسيطر عليه؟ بص، رقم واحد، ودي ابسط واسرع طريقه ممكن تجربها، واللي هي تقنيه 4-7-8. بص الموضوع سهل، هنعيد تاني. اول حاجه بتسحب الهواء في 4 ثواني، تاني حاجه بتكتم الهواء جواك 7 ثواني وتطلعه في 8 ثواني. تعمل الموضوع ده 3 مرات، النتيجه بتاعتها فوريه، بتشوف الموضوع على طول. انا بجربه والدراسات اثبتت كمان الكلام ده. لما بتتنفس بشكل عميق، بتتنفس بطريقه منتظمه، التوتر لوحده بيقل. رقم اتنين، واللي هي برضه مثبته دراسيا، طريقه تفكيرك او طريقه كلامك مع نفسك. خلي بالك دي ممكن يا تنقلك ثقه بالنفس، يا اما توترك وتضيعك بقى بص خالص. يعني يا تطلعك 7 سما زي ما بتقال، تطلعك 7 سما زي ما بتقال، يا اما تنزلك 7 ارض. طيب طريقه تفكير، تعالى مثلا نتخيل مثال. انت قاعد في الامتحان ومش مذاكر له احسن حاجه ومش مجهز له قوي، يعني المهم دخلت الامتحان وقلت لنفسك انا هفشل في الامتحان ده، والامتحان ده انا هضيع فيه وكذا 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 وكذا. دي طريقه تفكير هتوترك وهتضيعك في الامتحان حتى لو انت كنت ممكن تلاقي صفر. طيب طريقه التفكير بقى اللي تقلل من التوتر، اللي هي الطريقه الايجابيه. بص انا هعمل اللي اقدر عليه، وهعمل اللي انا عارفه، والتجربه دي لو ما كانتش احسن حاجه انا هتعلم منها. على الاقل هتبقى تجربه اتعلمت منها، مش سيئه يعني زي ما انا هبقى متخيل. خش واستمتع. الطريقه بقى التانية دي اللي هي الطريقه الايجابيه، دي هتقلل التوتر. يعني طريقه تفكيرك الايجابيه او طريقه كلامك مع نفسك الايجابيه دي هتقلل التوتر. اهم حاجه لازم تركز في النقطه التانية دي اللي قلت لك عليها، اللي هي طريقه كلامك مع نفسك، لان ده يا يعلي مستوى التوتر قوي، يا اما يقلله ويخليه مش موجود. رقم 3، ودي برضو حاجة مثبتة دراسيا وأنا مش هطول فيها، واللي هي الحركة والرياضة. دي بس لازم تفهم فيها إن جسمك بيحب الحركة والرياضة بشكل دائم، يعني ما بيحبش يقعد في مكانه كده ويبقى خامل، لا، بيحب يتحرك وبيغير مكانه. فحتى لو كنت حاسس بتوتر مثلا، أو حاسس إن أنت متوتر من مكان معين أو في حتة معينة، قوم امشي 10 دقايق يا عم، قوم اجري، أو حتى اعمل تمرين بسيط يساعدك في إنك تقلل التوتر. الحوار ده بتاع المشي أو الحركة أو أيا كان، ده كفيل انه يقلل لك مستوى التوتر، وفي نفس الوقت يعدل لك مزاجك ويخلي مزاجك احلى. كده تكون خلصت رقم 3. نخش على رقم 4. رقم 4 واللي هي الابتعاد عن الكافيين الزياده، وبالذات وقت ما انت متوتر. ما تجيش انت قاعد متوتر وتروح شارب كوبايه قهوه، او متوتر وتروح شارب حاجات كلها كافيين ومش عارف ايه. لا، الصح في الوقت ده ان انت تعمل لك اعشاب، او حتى تشرب ميه. يعني انت متوتر دلوقتي، اشرب بقين ميه، البقين الميه دول هيفرقوا معاك. هتلاقي الميه اصلا بتنزل اكنها بتطفيك، يعني هي اكنك نار من جوه وهي بتطفيك. فلما هتستبدل الكافيين بميه او باعشاب زي مثلا نعناع او حاجه، ده هيقلل مستوى التوتر وهيعدل لك مزاجك فيخليك احسن. بس كده يا سيدي، لو استفدت متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوفش كل جديد. ولو عندك اي مشكله هسيب لك تحت لينك الانستجرام بتاعي، ابعت لي مشكلتك على الدي ام عندي، قول لي انا متابعك من اليوتيوب، عندي مشكله 1 2 3، حلها لي، هحلها لك يا اما في رساله يا اما هرد عليك في فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.